مرحبا وأهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي ومتابعيني الكرام. من ثقافة مختلفة عن ثقافة مطبخنا العربي ومن المطبخ الإيراني، جبت لكم اليوم أكلة كتير سهلة ولذيذة واسمها النردون. فكرة الطبق مختلفة ومتميزة، ومشان هيك رح ساوي لكم إياها اليوم بكل الحب وخطوة وخطوة وبدون أي تعقيدات. بالبداية وبصحن صغير في عندي نص معلقة صغيرة من الزعفران، ضفت عليهم معلقة كبيرة من ماء الزهر، وهي الخطوة اختيارية مو من أصل الوصفة. وضفت عليهم كمية من المي، كمية صغيرة، خلطتهم مع بعض وهلأ رح أضيفهم لتتبيلة الدجاج. وهون في عندي قطعتين كبار من صدر الدجاج، بضيف عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح، وبضيف عليهم مزيج الزعفران مع ماء الزهر. بقلبهم وبخلطهم مع بعضهم كتير منيح، وبترك صدر الدجاج يتشرب النكهات لفترة ما بتزيد عن 10 دقايق لربع ساعة. وبهي الأثناء وبمقلاية على النار حطيت مقدار فنجان من الزيت النباتي ومكعب صغير من الزبدة الحيواني، حميتهم مع بعض ونزلت عليهم قطع صدور الدجاج. بدي لي قطعة صدر لمدة 5 دقايق على كل جهة، بس لحتى ياخدوا نكهة التقلية وأحصل على لون ذهبي لطيف. وعلى نفس الدسم يلي قليت فيه صدر الدجاج ويلي صار عبارة عن قصنص للنكهة اللذيذة، رح ضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، بصلة كبيرة مفرومة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وقرنين فلفلة حادة، وهي خطوة اختيارية بس للناس اللي بتحب النكهة الحادة. بقلب هالقصص مع بعضها البعض، وأول ما تبدأ تشقر ويتغير لونها بضيف معلقة كبيرة من رب البندورة، بقلب شوي، وبعدين بضيف كاسة متوسطة الحجم من دبس الرمان، كمان كبير من عصير البندورة، وكمان بضيف الباقي من نقعة صدر الدجاج من خلطة الزعفران وماء الزهر. وبضيف ملح حسب الحاجة، معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة حلبة. بمزج المواد كلها مع بعضها البعض، وبعدين بضيف عليها قطعتين صدر الدجاج، وكمان الصوص يلي مصفي من تقليتهم بقلب الصحن. بضيف فنجان كبير من حب الرمان، بقلب تقليبة صغيرة وبغطي على المقلاية وبترك هالمواد كلها تتسبك مع بعضها البعض وعلى نار هادية وعلى أقل من مالها. احتاجت معي مرحلة التسبيك من بدايتها لنهايتها حوالي ساعة وربع، وأنا هون بنص الوقت كشفت على المقلاية، حركت صدر الدجاج قلبته للجهة التانية، ورجعت غطيت على المقلاية وتركت أكلتي تكمل استوائها لأحصل على التسبيكة المطلوبة. وهون ومثل ما شايفين يا حبايب القلب كانت أكلتي استوت وتسبك صوصها على الآخر وصارت جاهزة لنقدمها ونستمتع بالنتيجة النهائية. ومثل ما بتعرفوا يا حبايبي ومثل ما بتقول الوصفة الأساسية، الأكلة يلي فيها صوصات ما بتحلى وما بتكتمل طعمتها
إلا لما بتتقدم مع الرز الأبيض المفلفل. ومع هاي المناظر الخلابة يلي عم بتشوفوها قدامكن على الشاشة بنكون يا أصدقائي وصلنا لنهاية رحلتنا مع هاي الأكلة اللي اسمها النردني، الطبق يلي قدر يجمع بين سحر طعم الرمان وطعم وريحة الزعفران ويتناغم مع كل المكونات الباقية لحتى يعطينا بالنهاية أطيب وأفخم وألذ وجبة ممكن تتخيلوها. وصدقوني يا حبايبي إن يلي جربوا ده إحساسه أبدا ما بيشبه يلي ما جرب وما داق وما استمتع بالنكهة اللذيذة والروايح يلي بتاخد العقل وبتجنن. ولهيك وعلى أمل إنكم تجربوا هاي الأكلة المرتبة وتخبروني بالتعليقات شو رأيكم فيها. تحطوا لي لايك حلو مثلكم، تشتركوا بقناتي إذا عجبتكم. بودعكم وبقلكم بأمان الله وإلى اللقاء بفيديو جديد وبنكهة مميزة ولذيذة.